بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم أقسم بالله لا الأهلي ولا الزمالك يستاهلوا إنه يخشوا من التسعة بالمستوى اللي احنا شايفينه في الدوري في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، سواء الأهلي أو الزمالك. فرقة معاها مدرب على باب الله، والنادي الأهلي شرحه وبيراميدز شرحه، 3 مدربين جايين يقلبونا في الفلوس ويمشوا. دي رقم واحد. رقم واحد، النهارده انت بتلاعب فرقه كويسه، المصري. ابدا بشيكابالا ليه؟ مع كل الاحترام لشيكابالا ورمز وهو الواجهه بتاعت نادي الزمالك، بس انا بلعب، انا عايز اكسب الماتش. انت الغريم التقليدي بتاعك امبارح اتعادل، استغل الفرصه النهارده واكسب، تنزل من البدايه تكسب. فانا لعبت شيكابالا، وبعدين بتلعب عبد الله السعيد، 2 اعمارهم 80 سنه. فمع كل الاحترام لا، جدد شويه، لاعب ناس شباب شويه تجري وتمتلك نص الملعب. الشوط الاولاني طاير منك، مفيش الا ناصر بس على فترات هو اللي بيمسك، يعني هو اللي بيمسك الكوره وهو اللي بيلعب الفرقه. عبد الله نازل ورا دونجا، ما بيهرب من الكوره، ما عنده حق. هو خلاص الحته اللي كان بيتميز بيها اللي هو يرقص ويعدي ويشوط، واخد بالك، يعمل الاسيستات. خلاص هو تحس كده ان التكنيك بتاعه تقل قوي قوي. يعني برضه زي شيكابالا كده، نزله اخر ربع ساعه، اخر تلت ساعه، نص ساعه يا راجل. انما ما بدأش بيه الاتنين يعني مخلين الريتم بطيء. هو شيكابالا اتصاب وخرج لان ما ينفعش يبدأ من الاول، ما ينفعش. ولا عبد الله ينفع يبدأ من الاول. عبد الله بيجري بس في الحتة اللي هي من نص الملعب لل 18 بتاع نادي الزمالك. انما الحتة التانية اللي كنا اصلا او هو بيتميز بيها، اللي هي من نص الملعب لل 18 بتاع الخصم، مبقاش يعملها. فده عامل فرق كبير قوي في البطء، في نقل الكوره، في التحول الدفاعي للتحول الهجومي، كل الحاجات. مفيش الا ناصر ماهر، والله ما في الا ناصر ماهر، سواء في منتخب او هنا في نادي الزمالك. فانت بدأت بداية خاطئة، بداية خاطئة. لازم الاتنين يقعدوا، جدد، لاعب شباب، حتى لو هم يعني كورتهم قليلة، بس هيجروا هيجاروا الناس اللي في الملعب. فعشان كده الشوط الاولاني كله ما فيهوش الا الاسيست بتاع ناصر ماهر اللي مش لاك ده، اللي انا معرفش، مش لاقي له ملكه، بيلعب بناء عليه. وبعدين بينزله مكان شيكابالا. طب ما كنت نزلت الجزيري راس حربه جنب ناصر منسي، ولعبت 4-4-2 لغايه ما تنزل زيزو بعد كده، مع ان زيزو نزل برضه لا في اضافه، بس هنقول ان لسه راجع من اصابه، مش مشكله. انما المشكله ان انت لعبت بطريقه خاطئه جدا جدا جدا، وهو ده المردود اللي انت حصدته، خساره 3 نقاط. فاحنا بنتكلم ونقول يا مجلس اداره نادي الزمالك، انتوا كنتوا عايزين تجددوا له. انا قلت لكم اصبروا شويه، 6 ماتشات في الدوري غير كاس السوبر الافريقي وكاس السوبر المصري. الاتنين الاهلي والزمالك اقسم بالله لو في عداله يخسروا في كاس السوبر المصري. يعني في كاس السوبر المصري لو في عداله، بيراميدز وسيراميكا هم اللي كانوا يلعبوا النهائي. بس طبعا عشان التسويق، وعشان ايه، هنا يتظلم وهنا يتظلم، وهنا يتجامل وهنا يتجامل، ولعبوا الاتنين مع بعض، والاتنين بحق ربنا مش حاطوا كوره. ده الاهلي في ماتش السوبر الافريقي ما جابش كوره. الاهلي بعبع افريقيا، بطل ابطال افريقيا، ما جابش كورنر. اللي مفروض مش ناقصه حاجه ينزل ماتش زي ده 3-4 يشيل نادي الزمالك وياخد الكاس ويمشي. ونفس الكلام في ماتش كاس مصر، كاس السوبر المصري. انما اللي بيحصل ده ضحك على الدقون، هم بيضحكوا عليكم، الاعلام عمال يقول لك الاهلي. طب انا عايز حد من الاعلام يطلع النهارده ويقول لك جوزيه، عايز حد امبارح
قعدت اسمع الاستوديوهات التحليليه كله جايبين على ان ضربه جزاء حسين الشحات لا سليمه مليون في الميه، ان الاتحاد ملوش ضربه جزاء، وان الكره ضربت في الارض وضربت في الصدر. فين يا ابني الصدر؟ وبعد كده جت في الايد. فالقانون الجديد والتعديلات الجديده طبعا كله بقى كله بيجامل مولد سيد المجاملات يعني. محدش قال انه كولر هو السبب، يذبحوه. محدش طلع في اي استوديو وحمل كولر. حتى لما في استوديو اللي هو بتاع اللي بينقل الدوري فبيكلم الكابتن وليد، فالكابتن وليد قال لا مش عايزين نحمل المدرب كل حاجه. امال متحمل مين؟ تحمل مين؟ برضه تغييرات خرا وكوره ما فيش كوره، وانت بتكسب بالمسانده التحكيميه. وكانت فضيحه امبارح وكارثه، الشناوي يطرد وكهربا كان يطرد. اللي انتوا بتقولوا ايه؟ لا ده المهدي سليمان كان لازم يطرد في الكره الثانيه بتاعه ضرب الجزاء. يا راجل ده انا شفت منظر لما اتحسبت الكره ضرب الجزاء، شفت اللايمان بتاع اللي ماسك فراوده النادي الاهلي بيجري وفرحان، اقسم بالله كأن العيد جه. بيفكرنا ايام ما احنا صغيرين وبنجري ونقول العيد جه اول ما نقوم من النوم الصبح. شفت السبرنت اللي عمله ودخل بيه؟ والله العظيم ارجعوا كده، ارجعوا وشوفوا السبرنت اللي هو عمله. ومحمد معروف السبرنت اللي هو عمله عشان يدي ضربة جزاء. ايه يا جدعان؟ ده كان ناقص بس يحضنوا طاهر محمد طاهر ويقولوا له يعني انت كتر خيرك ان عملت كده. فحاجات تحزن يعني. فالنهارده الزمالك بيشحت كوره، امبارح الاهلي بيشحت كوره. يا جدعان لازم يتعاد صياغه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. انتوا اكبر ناديين في افريقيا، انتوا بتشحتوا كوره. مجلس اداره الزمالك مشي الراجل. انا قلت لك 6 ماتشات سيبوه في الدوري غير الماتشات بتاعت افريقيا. انت بتلعب ابو سليم مع كل الاحترام، وبتلعب مش عارف فرقه جرماهيا، فرق ما عندهاش لعيبه. لما بتيجي في الدوري الاهلي مزنوق في ماتش السيراميكا اول ماتش، ومزنوق في ماتش زد اللي هو كسب 1-0 وكان فيه ضربه جزاء. وفي ماتش السيراميكا كان فيه ضربه جزاء بعد جون التعادل لسيراميكا اللي جت في ايد وسام ابو علي. وبعد كده امبارح فضايح اول ربع ساعه في ضربه جزاء للاتحاد سيبك من الحكم ملوش ذنب. الفار والمخرج ما جابوهاش الا بعد ربع ساعه. كره حسين الشحات، ما هو ده اللي يغيظ ويضايق ويجنن. كره حسين الشحات اتعادت 800 مره. الجول لما دخل بتاع الاتحاد عمالين يعيدوها عشان يشوفها جت في ايد الراجل ولا لا. هم مش بيعيدوها عشان ان هم فرحانين ان الاتحاد جاب جول، ده هم بيشوفوا جت في ايده ولا ما جاتش في ايده. عضام الزاويه دي والزاويه دي ومن ورا الجول ومن ورا هنا ومن الجنب هنا، لقوا ان الراجل واخد الكره بصدره وحاططها. قعدوا يبصوا ان في اوفسايد مفيش، في فاول مفيش، جت في ايده مفيش. فعشان كده حزنوا واتحسب الجون وهم في حاله حزن. كده الكره مش هتنفع. المعلق امبارح لما دخل جون الاتحاد صوته عمال، حتى كمان في ضربه الجزاء عمل نفسه ان هو عمال يقول لك الانجازات والبطولات بتاعت النادي الاهلي وما عطفش عليها غير بين التايمين. كره الشناوي اللي ضرب الراجل اقل حاجه انذار. كره كهربا اللي هو داس على رجل الراجل اقل حاجه انذار. ادوا الناس حقوقها. ما هو ده اللي دايما يرفع معنويات لعيبه الاهلي، ان هي لما تدوس وتعمل الكلام ده ما بتاخدش انذارات ولا الهوا. زي ما اكرم طلع وقال لك انا استحق ان انا اخد الانذار الثاني وانطرد، بس ما طردنيش ليه؟ وبيتباهى عشان عارف ان عندنا حكام جبنات، حكام ضعفاء، حكام ليهم انتماءات، حكام ليهم نادي ولغايه هنا ستوب. يعني التحكيم يجي يعني العداله تيجي في الماتشات اللي هي ما فيهاش اهلي وزمالك، وتحديدا الاهلي، تحديدا النادي الاهلي ما بقاش في عداله. انما في الماتشات تعالى النهارده مثلا سموحه والجيش هتلاقي في عداله. النهارده المحله والجونه
حسب ضربة جزاء الفار قال له تعالى، راح شافها تراجع وتراجع عن القرار وما حسبهاش ضربة جزاء. انما العدالة في ماتشات الاهلي مش موجودة، ده اخر كلام انا بقوله وانتوا كلكم شايفين مفيش. المشكلة بقى ان انت تطلع ده الحكم، يعني امبارح كل المواقع وكل الاستوديوهات يقول لك محمد معروف ما كانش النهارده كويس، واتسلطت طبعا اللجان. لا ما كويس يا عم، ما كويس، ما حسبكش ضربة جزاء. ها، ما حسبش عليك ضربة جزاء. مش ده محمد معروف اللي انتوا بتقولوا ما اعرفش ايه؟ محمد معروف حسب لك ضربة جزاء من بره ال 18. محمد معروف كل احتكاك سواء على كهربا ياخد انذار، محمد الشناوي ياخد انذار. فين الكلام ده؟ ده محمد معروف اللي ظلمكم؟ امال الاتحاد يعملوا ايه؟ امال زد يعملوا ايه؟ امال سيراميكا يعملوا ايه لما بيلعبوا النادي؟ ولسه وبعدين يطلع لك في بيانات في الاول ويقول لك لا احنا عايزين يا عم الزمالك وربنا ما هو اللي هينافسك الوحيد بيراميدز. الزمالك طول ما المدرب ده موجود مش هينافس، ده بيلاعب مشلاك. عارف اللي هو بيبي لاك؟ في لبن كان زمان اسمه بيبي لاك، ده مشلاك بتاع الاطفال، يعني لعيب يلعب مع الاطفال، لعيب توتو خالص، لعيب يعني مش انا ما اعرفش هو جه ازاي هنا الدوري. هنا الدوري صعب، الدوري عندنا صعب، الكرة في مصر صعبة. هات اتخن تخين محترف يجي يلعب هنا مش هتلاقيه. وعايزين نقول برضو للكابتن حسام عشان بس ما ننساش، احمد عيد اللي انت واخده النهارده كريم العراقي بيلعب عليه. عشان بس ما تقعدوش تقول اصل بنبني وبنرمي وبنعمل وبنأسس سيبك من الاونطه دي. انت كله عشان ما تضمش عمر جابر اللي السبب في الجون النهارده. فانا بقول لك هو اللي السبب في الجون النهارده، واخد بالك؟ وعندك عمر كمال عبد الواحد، الاثنين يلعبوا على اي حد. يا راجل ده انت لو هتاخد باهر المحمدي وتلعبه في الحته دي احسن من احمد عيد اللي لا بيعمل اوفر ولا بيعرف يباصي ولا بيعرف يشوط ولا بيعرف يدافع اصلا. وتقول لي اصل احنا بناخد وبنعمل. سيبكوا بقى من الكلام ده، يعني انسوا الكلام ده ان انتوا بتبنوا وبتعملوا كوادر. مفيش الكلام ده، مش هتلحقوا. بطولة الامم جايه، وانا بقول لك دي المقياس والاختبار الحقيقي ليك، يعني يا تكمل عشان توصل كتصفيات كاس عالم، يا اما هيجيبوا مدير فني تاني. فانا مفروض ان انت تلعب بكل قوتك في كل الماتشات اللي هي جايه، ومفيش حاجه اسمها اصل عمر جابر كان عمل عليا كومبينه، اصل عمر كمال كان اتكلم عليا. انسى الكلام ده بقى عشان مصلحتك انت، محدش هيرحمك. فنرجع تاني بسرعه بقى ونقول ايه؟ مبروك للكابتن علي ماهر. هو جاب الجون النهارده. الشوط الاولاني على فترات بيروح وبيشوط على المرمى، الزمالك ما عملهاش الا الشوط الثاني في كره واحده اللي هي الوحيده اللي هي بتاعت طبعا الشوط الاولاني بتاعت مش لاك، الشوط الثاني بتاعت ناصر ماهر وبس. وعلينا العوض ومنه العوض في نادي الزمالك والمدرب اللي موجود، لان مفيش حلول. وانا قلت الكلام ده، مفيش كوره لا في الاهلي ولا في الزمالك ولا في بيراميدز اللي عامل له الشكل ده، ان عنده لعيبه كتير، عنده لعيبه عندها حلول كتير. مصطفى فتحي، رمضان صبحي، الكارتي، معرفش توريه، عندك مهند لاشين، عندك لعيبه تسوق، برغم ان الراجل اصلا اللي واقف بره والله ما عنده، هو بس برضه بتاع كاميرا ويقعد يعني مش عارف ايه والكلام ده. طول ما الكاميرا بعيده عنه تلاقيه ساكت وهص اخرس، انما طول ما الكاميرا قريبه منه يقعد يقول لك ايه وما بيشاورش الا والكاميرا عليه، زي مدربين عندنا مش هنقول مين هم يعني. ولكن المدربين دول جايين يقلبونا، سواء كولر، سواء جوميز، سواء يوروتيتش، ده كل دول جايين يقلبونا في فلوسنا، وماسكين اكبر 3 انديه، وللعلم اقسم بالله ضعاف جدا فنيا وبدنيا وكلاميا.
محدش يزعل من جماهير الزمالك، ما تزعلوش، هو ده مستوى الراجل مع لعيبه الزمالك، هو ده مستوى. ما تقوليش بقى اصل طب فين محمد عاطف مثلا؟ يعني محمد عاطف ولا مش لاعب؟ محمد عاطف دلوقتي في البدايه ولا شيكابالا لما يبدا؟ مين اللي يبدا؟ ولاعيب عايز يثبت نفسه وعنده امكانيات، وانا شايف من اللعيبه الموهوبه في مصر. ما تدوله يا عم، عشان تعرف ان الراجل ما عندوش فكره وضايع، بس للاسف عايزين نجدد له وهو يطلع يقول لك اصل انا اصل انا جاي لي. يا عم ما تغور في داهيه، روح السعوديه ولا روح حتى الامارات، احنا هنمشي في ناس عملت زيك كده اقسم بالله ما حد يسمع عنهم حاجه. الاهلي والزمالك هم الشرق الاوسط في الكوره، هم المرايه اللي بينطقوا اي مدير فني. انما تقعد تقول لي جمهور الزمالك يضحك عليه، اصل لا ما يمشي، اصل بيكسب الاهلي. يا حلاوه، ده الاهلي والزمالك مش حاطط كوره، اي حد يكسبهم لو في تحكيم عادي. بس انا بقول لجماهير الزمالك ما تزعلش، مباراه سيئه، وخلي بالك وانا قايل الكلام دوت من قبل الموسم، الاهلي الزمالك مش في المنافسه، ولو في عدل الاهلي ما بقاش في المنافسه. في الثلاث ماتشات اللي فاتوا يعني هنقول يتعادل سيراميكا، هنقول يتعادل زد، وامبارح يخسر لو اتحسبت ضربه جزاء 2-1 ويخسر، واخد بالك؟ ولكن المسانده دايما شغاله يعني. فبقول لجماهير الزمالك ما تزعلش، عادي، وهي دي عاده نادي الزمالك اللي ما بيستغلش الفرصه. لا يعني انا عاذر اللعيبه عشان معاهم مدير فني، لان هو اللي بيلعب اللعيبه دي، هو اللي بيلعب اللعيبه دي. ما تقوليش ما عندوش لعيبه، لا عنده لعيبه، بس هو مش شايفه هم اللعيبه دي. ده يعني اول مره ندعي ان ناصر ماهر ما يخرجش، بس خرج مصاب، لان هو الوحيد اللي بيلعب الكوره، هو الوحيد اللي بيوديك للجون، هو الوحيد اللي موقفك على رجلك حتى في ماتشات الاهلي، وكان بيغيره برضه. على العموم ماتش وعدى، ولسه الدوري طويل، بس مش طويل، خلي بالك انا بقول لك اهو، بالشكل ده انت ممكن ما تخشش من التسعه، بالشكل ده ممكن ما تخشش من التسعه، مع ان عندك لعيبه، بس هو اللي مش عارف يعمل تيم كويس، يعمل تيم. يعني انت بتلعب شيكابالا مع كل الاحترام، وبتلعب بشلاك، وتلعب عبد الله السعيد، ثلاثة. أنا شايف إن شيكابالا يلعب آخر 10 دقايق، عبد الله آخر ربع ساعة، مش لاك ده من النهارده قولوا له شكرا روح. لك الله يا جماهير الزمالك بقى، وما تزعلوش، فكوا عن نفسكم كده وخلاص، احمدوا ربنا إن أنتوا خدتوا بطولتين، احمدوا ربنا إن أنتوا خدتوا بطولتين. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قريب بإذن الله. السلام عليكم.